إذا يسعد أوقاتكم أحبتي مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في برنامج أهل الموصل، أكيد من مدينة الموصل، عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك راديو موصل تايم أو تايم اف ام. ما في فرق. اليوم معنا قصة نجاح كتير مميزة من شاب من مدينة الموصل، الشاعر عباس الحديدي. أهلا وسهلا فيك في برنامج أهل الموصل، وشكرا من القلب لأنك لبيت دعوتي لتكون معنا في هذا الاستوديو المتواضع، فكل الهلا فيك. أكيد شكرا، هلا بيك. طبعا أشكرك على الدعوة، فرحان كلش واني بيناتكم. إن شاء الله نطلع بحلقة ترضي الجمهور وتكون يعني ترضيهم وتكون ترضي ذائقتهم إن شاء الله. إن شاء الله. أكيد. بداية خبرني عن نفسك هيك، يعني شو التعريف اللي أنت بتخبر الناس عنك؟ شو بتحب تقول؟ أنا من هو عباس الحديدي؟ طبعا شاعر من الحدباء أم الربيعين. كتبت الشعر من الطفولة، أحب الشعر دائما، أحب أقرأ، أحب أقلد الشعراء وأقرأ كتب وأنا بداية العمر. خريج إدارة الأعمال، وإن شاء الله أطمح للمراتب متقدمة بالعلم. ما اكتشفت عندك هاي الموهبة عباس؟ الموهبة كانت من الطفولة، يعني بيا عمر يعني من 10 أو 8، يعني بأيام الابتدائية. برافو. لكن الكتابة كانت يعني بعمر 18 أقل. اكتشفت أنه أنا أعرف أكتب شعر، فتعلمت البحور وقرأت الطريقة وقرأت أنواع الشعر وفروع الشعر. فمن خلال هذا التعليم عرفت أكتب وعرفت أني بيا منطقة، والشعر أكيد بحر. فتعلمت بعض من الفروع وبديت أكتب. طورت نفسك شوي. أي أكيد. وإحنا أي شاعر أو أي واحد بأي مجال من العلوم دائما يكون طالب، دائما يتعلم، حتى بمجال الطب وبالمجالات الأخرى. دائما يعني يشعر على أنه طالب يتعلم، لأن إذا ما يتعلم توقف الطموح، يوقف المعلومات، حتى المعلومات تبدأ تنتهي لما البشر ما يعني يبقى على التعليم أو يقرأ. هل من خلال الشعر بلشت أنك بفترة من فترات حياتك أنك تحس أنك عم تكتشف ذاتك؟ أكيد، يعني ذاتك الحقيقية، يعني هي حس الشاعر. أي أكيد، يعني هاي تكون بالكتابة، بالشعور اللي نشعر به إحنا، أو حتى نكتب الشعور المقابل. نشوف حالة معينة، يعني مثلا نشوف حالة معينة على بشر ما، إحنا نعيش دور هذا ونكتب. فيها؟ يتأثروا جدا. هو الشاعر قيل أنه شاعر لأنه يشعر بالآخرين. فيكتب، يعيش الموقف عند أحد الطرفين ويعيش الحالة ويكتبها. أنت كاتب أيضا للشعر، مو بس مؤدي، صح ولا لا؟ كاتب يعني أكتب الشعر وأكتب المواقف اللي أمر بيها، وأكتب المواقف اللي يمر بيها المجتمع، وأغلبها يعني أغلب أبيات الكاتبها ما تمثلني، يعني تمثل المجتمع. يعني أنا انشغلت بالكتابة للآخرين. نعم. ما لحقت أكتب أشياء لي. ما لحقت؟ ليه ما لحقت؟ يعني شو الكلام قدامه إشارة استفهام. يعني ليه ما لحقت؟ يعني مو ما لحقت، إنما تدرين شنو؟ لحقت أكتب لكن مو بالكمية اللي أنا أريدها. انشغلت بعدك عندك يعني عندي كثير. انشغلت بالكتابة اللي أشوفها أني أشوفها قدامي، فأعيشها وأكتبها أكثر مما أني عشت اللحظات وكتبت عليها. برافو. قبل ما نفوت نعمق أكثر بقصة حياتك، بمسيرتك، بخبرياتك، نسمع صوتك أو نسمع شعرك، احكي لي مثلا محطة هيك من حياتك، أهم محطة بحياتك مثلا تعني لك، مثلا بجوز بالدراسة، بجوز بعملك، بجوز محطة كنت فيها مع أسرتك أو عائلتك، بالجامعة مثلا. خبرني عن هذا الموضوع. هي أكيد محطة مميزة بحياتك كانت.
المحطة اللي أحبها كلش هي أكيد الحياة الجامعية. الحياة الجامعية كلش راقية، وعشتها بأجمل اللحظات وبأجمل أيام عمري كانت الحياة الجامعية. تعرفت بيها على أرواح راقية جدا، تعرفت بيها على أماكن، تعرفت بيها على شعور، على يعني عرفت روحي بالجامعة، اندليت روحي، اندليت مكانتي. لأن الجامعة يقولون عليها المراهقة الثانية، حياة راقية يعيشها اللي يدخل الجامعة. فتشوف أماكن، تشوف العلم والعالم، تنظر للعالم. الجامعة كأنها قمة. حفزوك أصدقائك زملائك ولا ما عرفوا أنه عندك موهبة أنت شاعر أكيد مثلا؟ يعني الأساتذة اللي كانوا مشرفين عليك بهذيك الفترة؟ أكيد. انطلاقتي شو كانت يعني خلينا نقول ردود أفعال انطباعهم عنك؟ انطلاقتي الثانية، الانطلاقة الأهم كانت بالحياة الجامعية. لذلك أنا أحبها حب، يعني فوق هذا الحب هي أضافت لي شعريا بالمهرجانات. وأكيد أنا أقرأ قدام جمهور مثقف وجمهور ذواق ويعرف. إضافة لذلك عمر الشباب والبنات اللي حاضرين يكون عمر بقمة الشغف والحب للشعر وللفن يعني عامة. حلو. فأضاف لي الكثير بمهرجانات، وتعرفين أنت يكون بإشراف عمداء الكلية وبإشراف مدراء وبإشراف إعلام. إضافة إلى ذلك القاعات اللي موجودة داخل الجامعة عاونتنا كثير بقامة المهرجانات. يعني نفوت نلاقي قاعة كاملة من مقاعد، من مايكات. حلو. فقرينا وكانت أيام كلش حلوة. يعني حبيت هاي الفترة الجامعة. يعني بتشعر بالحنين تجاه هذيك الفترة صح؟ لحد الآن أنا أروح للجامعة إذا ما يعني زيارات يعني؟ بوقت فراغي، حتى لو عندي شغل أجل الشغل أنا أروح للجامعة. حلو. إذا بعد ما حكينا شوي هيك عن الأجواء الجامعية اللي كنت عايشها بهديك الفترة، اليوم تركت أكيد ذكرى مميزة بحياتك. نعم. مين بتستهدف بشعرك؟ مين الفئة، مين الشريحة بتستهدفها أنت؟ مين جمهورك إذا بنكون أبسط يعني بالحوار؟ يعني حقيقة أحكي لك يعني بدون مبالغة. أكيد. أنت اليوم المساحة كلها لك، اليوم حلقتك صح؟ يعني قصة نعم. نجاحك. فأحكي بالطريقة اللي بدك إياها وبتناسبك يعني. نعم. بتخاطب فيها جمهورك. أكيد يعني ما أخفيكم ولا أجامل روحي. يعني ما أقدر أقول لك كل الطبقات جمهوري، لكن أتوقع على الأغلب اللي أشوفه أني كذائقة وقد وقيم كمقيم لأشعاري جمهوري كله من الشباب، أغلبهم من الشباب. من الشباب يعني ما عندك جمهور نسائي؟ من الشباب من الطرفين يعني. يعني المهم انه اعمارهم يعني العشرينات للثلاثينات، هذا جمهوري اكثر. يعني انا ما شفت يا واحد كبير بالعمر وقفني بالشارع او وقفني بمكان وقال لي انا احب اشعارك وانا حافظها، الا بقليل يعني قليل امور. لكن اغلب هاي المواقف تكون من خلال الشباب يعني معاي، تكون اكثر شيء تسمع ردود افعال ايجابيه اكيد، انطباعات يعني حلوه، يحبون اشعاري ويفاجئوني يعني حافظين. مرات هم يذكروني بالابيات اللي تروح من بالي. برافو. نعم. قبل ما نطلع ننتقل لغير محطة أو لغير فقرة، نسمع شيء بصوتك حسب اختيارك. تدللين. تفضل. الجو لك. محضر لكم جديد طبعا إكراما جديد للبرنامج. أكيد هذا الشيء بيعني لك، ونحن شو ما قدمت نحن أكيد من شجاع. ربي يحفظك. لا إن شاء الله تدللون. الجديد لأول مرة يقرأ. تفضل. تقول ما أطمع ببالي الذكريات تنام، ما أطمع ببالي الذكريات تنام، أريدا على الأقل تتركني وتغفي. أناطر موعدك من قلت لي الله وياك، ووجه مكفاك درته وضيعت حرفي. بذيك اللحظة خيم عجف الناعور، رغم بديت دمعة وما لحق شفي. جمر ظليت إلا بموتي حتى ارتاح، وبآخر لحظة كنت بإيدك تهفي. عاشرت الأغاني اللي بيها بحث موت، التقلب بالمواجع ما قدر تخفي. غلبني الشوق لو غنتها أم كلثوم، علي تمطر مشاعر ماضية تدفي. الندى
المنكضة الإيدين وياك بعده ولون شعرك طابع بكتفي. الله. مو إلا ببعد تثبت لي ما هم بيك، كلمة روح حرقت قلبي وتكفي. اللي يظل بقلبه واحد عال بيه فراق، عدل لكن تلاحظ خلقه متوفي. الله. أنا اللي غثتني من قلت لك تظل وياي، رحت روحة عمر ما قدرت ظرفي. وشوهت الملامح من ورد لي عاقول، عود انت المقرب منهم وولفي. إذا عن المواقف عادي لكن والله، أطلبك عمر ياهل عنك يوفي. لا ظل وحدك بحربك وأنا روح بعيد، ولا تعرف علي بنقطة من ضعفي. يرفضك بالي مثل البيت لو مطروق، تأثر على المعاني هواي من تلفي. وإذا على الذكر منك ما تهمني بطيف، أقلها الوقت غالي إجابك انذلفي. الله. الله عليك. عاش الإحساس وعاش الله الصوت عليك. يسلم عن جد عاش هالإحساس. ذوقك. شكرا لمين لك. كنت عم بتخاطب بهي القصيدة؟ في حدا معين ولا؟ أخاطب لا على التعيين. وجدان المتلقي يعني. ما في قصة وراء الكواليس خبرية؟ هاي الأبيات كتبتها يعني أقول بيها وجه مكفاك درته وضيعت حرفي. قبل لا أكتبه كنت أشوف فيلم، فحبيبته شالت القلادة وذبتها قدام، يعني انه انتهت علاقتهم. القلادة اللي هدالها تأثرت يعني بالفيلم؟ اي، فقلت وجه مكفاك درته وضيعت حرفي، بذيك اللحظة خيم عجف الناعور رغم بديت دمعة ما لحق شفي. يعني قام يبكي هو، فتولدت الأبيات وكتبتها. حلو كتير. طيب إذا اليوم ننتقل للفنانين شوي، حديثنا عن الفنانين، لأنه تحكي على الشعراء على الكتاب أكيد بدك تربط كمان الفنانين بالموضوع. نعم. مثلا عندنا القيصر كاظم الساهر، شو بيعني لك؟ شو بيعني لي كاظم الساهر؟ ماذا يعني لعباس؟ حبيب روحي، حبيب روحي، حبيب روحي. ليه؟ وملهمي، يعني الفنان عظيم، فنان كبير. طبعا أفضل، أنا عندي أفضل ملحن بالعالم هو، وأفضل مطرب بالعالم كاظم. لن يتكرر أبدا، لن يأتي مثل كاظم، وقبل ما أجي مثل كاظم، يعني لا جاء مثل كاظم ولا راح يجي. ما بتعتقد هذا الكلام شوي مستفز لبعض الناس يعني، خصوصا العراقيين؟ لا في العراق ولاد إلى كثير من المواهب والأصوات الجميلة والفنانين العظماء اللي تركوا بصمة أكيد، سواء كان من الجيل السابق أو حتى حاليا من الجيل الصاعد، صح ولا لا؟ شو بتعقب؟ لن يأتي مثل كاظم أبدا أبدا، بهذا الرقي وبهذا الفن. يعني نبرة عظيمة، يكتب شعر، وملحن عظيم، مبدع، متمكن من العمل اللي يطرحه كاظم. يعرف ينتقل الأغنية، ينتقل كلمة، وكونه يعني متمكن في كتابة الشعر الغنائي، حتى الأغاني اللي ينطوي إياها يعدل عليها. شو سبب الانتماء يا عباس؟ هذا حب الطفولة. يعني أنا من وعيت من الطفولة لقيت روحي أحب كاظم وأحب أغاني كاظم. فنان كبير، وأتمنى يعني يجي يوم وألتقي به إن شاء الله، يكون عنده حفلة بالعراق وألتقي به إن شاء الله. أكيد إن شاء الله، بتمنى أنك تلتقي فيه. شو الأغنية اللي بتحبها كثير من كل أغاني كاظم أحبها كلها، يعني كل أغاني كاظم، لكن أنا وليلى هي أنا وليلى أخذت لقب من أفضل الأغاني بالعالم. نعم. كرموا عليها. أنت إذن ولائك كاظم الساهر حتى وقتها فتت بهذا المجال، مجال الشعر. أكيد، يعني هو له باع طويل بالفن. بدأ بأغنية ورد العشق عام 81، ونشر أول ألبوم عام 84. نعم. ولحد الآن قبل أيام هو طلع بمهرجان. فنان كبير لحد الآن هو بهذا العطاء وبهذا الجمال. أتمنى له كل التوفيق، وإن شاء الله يكون بهاي اللطافة وبهاي القوة وبهاي العظمة. أتمنى أكيد للقيصر أنه يبقى دائما متألق كيف ما كان يعني، وطولة العمر له أكيد إن شاء الله يا رب. طيب حكينا شوي على الفن، عرفنا ذوقك بالفن من المطرب المفضل عندك. خلينا ننتقل شوي للرياضة. مهتم بالرياضة؟ اللي بتحب خلينا نقول كرة القدم. شو رأيك بالأحداث المؤخرا صارت في مدينة الموصل على الصعيد الرياضي بالنسبة للمنتخب الموصلي؟ هي فرحة كانت للموصليين. أكيد فرحة. شو بتعقب على هذا الكلام؟ أكيد فرحة. أولا أنا رياضي، وطبعا ألعب كرة قدم. نعم. بفرق شعبية، وبعني بالملاعب.
الحياة بعدتنا عن اللعب في النادي وهاي الأمور أو في النوادي الأخرى اللي في المحافظات، لأن التهينا بالمجال العلمي كان أهم من الدخول للرياضة، لأن الرياضة ضربة حظ ربما ما تتوفق بيها. فاختاريت المشي بطريق العلم حتى يكون أضمن الطريق. ولكن مهتم بكتير بالرياضة، كلش مهتم بالرياضة. مثلوا الرياضة اللي هم أفضل منا واللي هم توفقوا بيها ورب العالمين وفقهم. مباركة يعني مبارك لنادينا التأهل والأخذ اللقب والدخول بالدوري العراقي. شكرا للداعمين، وشكرا لكل من دعم النادي ودعم المدينة. هذا يعتبر دعم لكل المدينة. وشكرا للمحافظ أيضا. شكرا لكل الكادر وللاعبين أيضا، نبارك لهم. وكانت فرحة كلش عظيمة، لأن احنا من قبل فترة طويلة واحنا ما شايفين هيك فرحة وهيك أجواء. إن شاء الله دائما أكيد إن شاء الله يعني نطلب من المحافظ الحقوقي عبد القادر الدخيل، نطلب من معالي الدكتور أحمد فكاك يعني دعم الثقافة ودعم الرياضة. هذول الاثنين نافذات مهمة جدا للمجتمع، المجال العلمي والثقافي والأدبي والشعري، والمجال الآخر المجال الرياضي. فإن شاء الله يكونون داعمين لهؤلاء الطبقتين المهمات يعني بالمجتمع. بما أنه حكينا رح ننتقل للجانب الأدبي. سؤال نوعا ما مهم ونوعا ما جريء جدا. نعم. وبده لحظة إدراك منك، شو رأيك؟ يلا. من هي القامات الشعرية التي تمثل نينوى برأيك؟ القامات الشعرية التي تمثل نينوى بشكل عام. طبعا نينوى بيها كثير من الشعراء، كثير من المبدعين، لكن دائما ما الإعلام يكون ظالم. يعني ربما الإعلام ما يكون ظالم، ربما يكون التوفيق يعني يعني ما جاي التوفيق، أو هي تكون اكو واحد غير محظوظ يعني بالإعلام، يعني هو ما يطلع، أو هو يكون ينشغل بغير أمور. ممثلين نينوى الحقيقيين يعني أكيد أبو راكان، محمود عبد العزيز أبو راكان، شاعرنا الكبير ومعلمنا عراب الغربية. مثل نينوى بأغلب المحافل، طالع اللقاءات على تقريبا جميع القنوات. حتى الشعراء اللي من نينوى واللي من المحافظات الشمالية والغربية طلعوا عن طريق محمود أبو راكان. تحياتي ومحبتي الكبيرة للشاعر محمود عبد العزيز أبو راكان. وأيضا اللي بالفترة الحالية يعني بالحديث أيضا الشاعر عمر القرغلي، مثل نينوى ومثل محافظتنا، ونقل الجراحات القديمة عن طريق عمر كانت بحكم أنه هو نوجه لهم تحية كتير كبيرة عبر أهل الموصل أيضا. إن شاء الله حيكون لنا لقاء معهم. أكيد إن شاء الله نكون محظوظين إحنا كذائقة، ونشعر بوجدانهم وكتاباتهم الراقية. تحياتي لمحمود أبو راكان، وتحياتي للكبير عمر القرغلي وللكبير أبو راكان. طيب من الأسماء البارزة أيضا يعني اللي مثلت مدينة الموصل بالشعر، وخصوصا الشعر بالفصحى، يعني في أسماء كثيرة. مثلا شو بيخطر ببالك اسم اليوم؟ والله يعني الشعر احنا بهاي الطريقة بمدينتنا مشهور أكثر من الشعبي. نعم. أو مو مشهور أكثر من الشعبي. ممكن دكتور وليد الصراف. أكيد دكتور وليد شاعر كبير. تحياتنا للدكتور وليد المبدع. مثل مو فقط مدينتنا، مثل العراق بعدة محافل دولية وقطرية. نعم. تحياتي أيضا للدكتور أحمد جار الله، حبيبي ورفيق دربي دكتور أحمد. طبعا الدكتورة هناء أحمد، دكتورة في الجامعة وتكتب بطريقة رائعة. دكتورة رولا براخ أيضا يعني تكتب بطريقة حلوة. أيضا مثلوا المدينة خير تمثيل، وبحكم أنهم لديهم شهادات في اللغة العربية فمتمكنين في الكتابة،
ويعرفون شنو يطرحون من الشعر الذي يخلى عفوا من كل الأخطاء. صح. طيب عباس، اليوم إذا بدنا نحكي على الشعراء بشكل عام في العراق، هذا العراق العظيم بصراحة، نعم. في أسماء كبيرة، بعتقد يمكن أغلبية الشعب العراقي شعراء. ننتقل شوي لأهلنا في الجنوب وفي بغداد الحبيبة أيضا. تحياتي. هل تعتقد أنه ممكن تفوقوا عليكم بالشعر الشعبي؟ كريم العراقي، عباس شيشان، نعم. كثير من الأسماء المهمة، صح ولا لا؟ تحياتي. شو بتعقب على هذا الكلام يعني؟ بداية تحياتي لأهلنا في بغداد الحب، بغداد القلب، وتحياتنا الحارة لأهلنا بالجنوب. أكيد يعني يتفوقون بالمعدات الشعرية. كيف يعني بالمعدات الشعرية؟ وأنتوا تفوقتوا عليهم بشيء؟ يتفوقون علينا بالشعر وبالنبرة الرائعة، نبرة الصوت، النبرة الرائعة. يعني الجنوب يتفوق عن الشمال والغربية، وفي الشعر الشعبي المناطق الشمالية والغربية يتفوقون في الأمور العلمية، دائما ما تلقيهم شهادات أما الجنوب يتفوقون في كتابة الشعر. يعني تلقين حتى المرأة تكتب أو الطفل يكتب. وهناك شاعر من ذكار تحياتي للحبيب أياد عبد الله، بالبيت واحد يعاتب الثاني بكتابة الدارمي لون من ألوان الشعر. يعني تخيلي، نعم، أخوة بالبيت يتعاتبون بالشعر، يعني واحد يطلب من الثاني عن طريق دارمي، حلو. واحد يعاتب الثاني عن طريق بيت من الشعر. يعني أهلنا في الموصل تميزوا بالعلم أكثر، كأطباء، كدكاترة، مدينتنا مؤرخين، خلينا نعتبر على اعتبار أكيد مؤلفين أيضا. مدينتنا الحدباء أم الربيعين. بس هذا ما بيعني إنه ما فيها شعراء مهمين، فيها كثير، فيها شعراء والمؤلفين مثل ما نوهت، وبيهم من المؤرخين. مدينتنا قمة وتعتبر من المحافظات الأولى بالعراق، واللي تمثل العراق حتى خارج العراق وخارج الوطن العربي. أم الربيعين اللي بيها الطاقات وبيها اللي دخلوا مجالات كثيرة، ويعني أكثر شيء المجال العلمي أبدعوا فيه من أطباء، من علماء، من مؤلفين. هي هاي مدينتنا، يعني تكون قمة بكل شيء وتكون مختلفة دائما ما بالكتب الجامعية. دائما لما تقرين المؤلف دائما يكون من عندنا، أكيد. دائما المؤلف أو الدكتور أو مدقق الكتاب أغلبهم يكونوا من مدينة الحدباء أم الربيعين. من حديثنا عن الموصل الجميلة رح نسمع شيء حسب ذوقك. راح أقرأ لك. أنا أحب كريم العراقي لما كتب على بغداد. ماذا قال؟ كتب أغنية لبغداد، بغداد اللي غناها كاظم، كثر الحديث. كتب على بغداد على أنها امرأة. لو تتابعين الأغنية تعتقدين أنه يكتب على مرأة، عيناها بيتي وكذا وكذا وكذا. يكملها الشاعر الراحل كريم العراقي، أكيد لروح السلام والرحمة. فبالأخير يقول بغداد وما خلق الله، يعني كأنما رب العالمين ما خلق غير بغداد بالجمال. فبالأخير تعرفين أنه الأبيات تكون على بغداد. عندما قال هي كتب كثر الحديث، فأنا أيضا هاي الأبيات أهديها لمدينتي. يعني أقول مخلوقة مو مثل باقي الحلوات، مخلوقة مو مثل باقي الحلوات، تختلف من الغيم لي حد قاعي. أعرف كومة لكنها بالقلب وياي، الأولى وهن ما إلهن داعي. تبادر لي رغم متحملتني هواي، بلياها تعرف حالي خلق الناعي. لو ما هي ما أكتب بهاي الأبيات، من ذكرها يكمل الخيال بداعي. تعلمت منها معنى الحب المضموم، خلتني أعرف باللي يضمهن واعي. قالت لي خايب عندك هواي أخطاء، وأنا الخاطرها بدلت كل أطباعي. أكثر من هلي توقف بضيجي وياي،
كانت بكل شدة مثل ذراعي، الله. تفتهم كل همي لو يمها الدنيت، مثل نايو كضت جفوف الراعي. ومن نتلاقى غفلة تذكرني بموضوع، أعرف حتى يتأخر عليها وداعي. بضحكة عاتب ومنها تطلع كلمات ما تجرحني، تعرف شلون تراعي. مخلوقة مو مثل باقي الحلوات، تختلف من الغيم لي حد قاعي. عاش أكيد، وعاش إحساسك. ربي يحفظك. الله عليك عن جد. الله عليك أنت وعاش ذوقك. تسلم يا شكراً عباس، لك. خلي لي قلبك. رح ننتقل لفقرة بدك تجاوبني بكلمة واحدة فقط، كلمة واحدة فقط يا عباس اليوم. نعم. هاي الفقرة خليني بلش أقول لك أنت مجنون في الشعر. أكيد هاي الإجابة. نعم. أنا أتشائم من الظلم. الظلم. نعم. أنا أنزعج من الحاقدين. الحاقدين. جدا. أنا أجد راحتي أين؟ في الرياضة وكتابة الشعر. في الرياضة وكتابة الشعر راحتي أكيد. يعني خلينا نقول اليوم أنت هون ملعبك في أكيد. الرياضة والشعر. أي أكيد. صح ولا لا؟ نعم. يمكن خليني أختم الفقرة بسؤال وأسألك، أنا متأثر بشو؟ يعني بمين؟ بشو؟ متأثر يعني بوالدي الله يرحمه يعني جدا. أكيد الرحمة لروحه، أكيد. أيه. السلام إن شاء الله. متأثر جدا بوالدي يعني بالثقافة اللي كان يحملها، بالأدب، بالمعلومات الدينية، بالجمال الروحي، المظهر الخارجي، المظهر القلبي والنوايا، يعني كلهن أتعلم من والدي، وإن شاء الله أكون مثله أو أقل، يعني أقل من والدي. أطمح لهذا الشيء إن شاء الله أكون بهذا القبول اللي كان يحمله هو. أنا أعشق الأماكن اللي أحبها، يعني أعشق الأماكن اللي بتحبه. أعشق الأماكن اللي أحبها، يعني تشتاق للمكان أكثر من الشخص يعني نفسه اللي كان معك بهذاك المكان. مو شرط، ربما للمكان، يعني للحظة. لا تدري شنو، يعني مثلا أنت شفتي واحد ما تحبي مثلا بالمكان، أنا ما أعرف هذا، أنا أحب المكان يعني فما يخربني على محبتي للمكان هذا. فانتمائي للمكان يكون قاتل، لذلك أنا لما أطلع خارج المدينة أشعر بالغربة. تشعر بالغربة رغم حفاوة الضيافة بأربيل وبدهوك وبغداد وحتى بالمحافظات الأخرى، لكن مهما يكون أشعر بالغربة حتى لو أني مع رفقائي المقربين. انتمائي كبير لمدينتي، أشتاق للشارع وللأبواب ولكل شيء يوجد في المدينة. أشتاق لشارع الغابات ولنهر دجلة، ما أقدر أعيش بدونه. لذلك أني ما قدرت أطلع خارج العراق حتى أكون قريب على مدينتي، فأكون أطلع دهوك، أربيل، بغداد، حتى لما أشتاق أكون أقرب للمدينة فأرجع. يعني بعض يوم من الأيام كنا بطلعة يعني مع المقربين علي، بالثنتين قلت لهم واني راجع بالثنتين بالليل رجعت من دهوك. اشتاقيت لشوارعنا الحلوة، واشتاقيت مدينتنا، واشتاقيت لكل شيء بيها، فرجعت بالثنتين بالليل وهم بقوا، رجعت وحدي. مدينة الموصل هل فيها سحر خاص برأيك؟ أكيد. سحر أكيد. حقيقي، وأنا نعم. بحكي عن السحر، عم بحكي عن السحر الحقيقي. نعم. بتحس بهذا الشيء؟ أي أكيد. سمعت هاي الرأي أكثر من شخص؟ نعم. شو السحر الحقيقي بمدينة الموصل؟ حتى اللي يحكوا لي يعني من المحافظات الجنوبية واللي من بغداد، مدينتنا هذا جوهر راقي، هاي النعمة من رب العالمين. المناخ يعني؟ أم الربيعين يعني بعد أم الربيعين. فأنت شنو رأيك أنت بمدينة عظيمة جدا أو راقية وجوها مو حلو؟ فهذا ما ترتاحين.
المدينة تكون مدينتنا على عفويتها وعلى جمالها وجوها هذا الراقي، فتكون مختلفة عن كل المحافظات العراقية. جوها الحلو يعني، بيها روحية قديمة، يعني تشعرين انه انت بالوقت الحلو، قدسية المكان. اي، وبيها حداثة يعني. مدينتنا تحمل كل الاشياء يعني القديمة، ومنارة الحدباء، والجانب الايمن اللي بيه تراث وبيه حضارة، ومن ثم تنتقلين على الحداثة منطقة الجامعة ومنطقة المثنى والنور، وهذا هذا المنطقة يعني هذه المناطق اللي تكون بقمة الحداثة والجمال والرقي. طيب، بما أنه تحدثنا كثيرا اليوم عن مدينة الموصل، هذه المدينة العريقة حبيبتي، الأثرية الحضارية أيضا، نعم. حبيبتك مثل ما أنت وصفت. نعم. اليوم بحس الشاعر، ماذا تقول لأم الربيعين؟ والله حقيقة أم الربيعين من خلال بيت شعر أو قصيدة أنت تختار. أنا أكتفي بكلمة قلت لها حبيبتي، هذه الكلمة أهم من الشعر وأهم من رواية كاملة لمدينتي. بالنسبة لك حبيبتي جدا، أكتفي بهذه الكلمة. نسمع شيء؟ يلا ننتقل لفاصل هيك شعري شوي بصوتك وأدائك وإحساسك هذا العالي عن جد، اللي بيمثل اليوم الشعب العراقي. لأنه اليوم العراق اللي بيميزه فيه الكثير من خلينا نقول الشعراء، حتى لو ما كان شاعر، بس بيعرف من خلال نبرة صوته، من خلال حواره معك، من خلال نقاشه معك، هواءهم الشعر العراقيين. إذن بالبداية أقرأ ومضة 3 أبيات، ومن ثم يلا تقول مو أحبك أنا متخبل عليك، وخذت قلبي وبالموالف لاقلك، بيك عايش لين من عندك هواي، انت وحدك بالحياة احتاج لك، يا فرحتي وضحكتي وحبي وضواي، حتى لو يمي أظل مشتاق لك. الله. وتقول بالقوة من نوقف عدل، بالقوة من نوقف عدل، وما طيح ومعديها، بالقوة من نوقف عدل وما طيح ومعديها. أعتذر يعني الذاكرة مثقوبة، هاي أبيات جديدة وضاعت من عندي. أقرأ لك. ننتقل للغة العربية. أقرأ لك نثر. ننتقل إلى اللغة العربية، ما في أي مانع أكيد. تقول في عينيك أمان، والناظرين لا خوف عليهم ولا هم يقتلون، أنت دمعتي وضحكتي وروايتي وحكايتي، تريني آتي بنداك، ظمآن هاتي نداك، لفؤادي أروي ثم بكلمة أروي، كما هو روى ثم روى، يومي بدونك كمر آتي، يا من تشبهيني كمرآتي، حلمي أنا لك لأبقى أنا لك، حاضر وماضي وعلى طريقك ماضي، شعرت أنني مبدع أوراقي عندما ملئت أوراقي، فالأعين لمن تهوى رفاتي، اجمعي بيديك رفاتي، لكي نلتقي إلى لقاؤك معتاد، بل يكفي لك أن أقول رب نظرة خير من 1000 ميعاد. عاش إحساسك، كتير حلوة القصيدة وصراحة. شكرا لك. عاش ذوق. غزل هاي إذن؟ أي أكيد، يعني بيها نوع من لمين هاي قصيدة؟ لوجدان الآخرين ولا مشاعر الآخرين. أكيد، يعني أنا ما بحس هيك، أنا ما حسيتها كانت هي إنه لا هيك اللي أنا كتبتها للجميع، إنه في حدا معين، صح؟ لا، أنا كتبتها بحقيقة كبيرة، فتشعرين بهذا الشيء أنت. أنا لا أصدق هذا الكلام أبدا، ولا أقتنع به أبدا. هذه الإجابة لم تقنعني. هذا دليل على أنها أبيات ناجحة وأبيات جميلة، أنه تشعرينها حقيقية. ان شاء الله كمان ان شاء الله المتلقي اليوم كمان يشعر انها حقيقية عن جد ولمست وجدانه. اذا خلينا ننتقل لفقرة الجد.
نعم. بعيدا عن خلينا نقول الهمس والبوح، نعم. ما هي الأصنام الخفية بالنسبة لعباس؟ هؤلاء متعبين جدا، يعني الذين يراقبونني من بعيد، يعني يراقبونني من بعيد. يراقبونني من بعيد. شو الغاية؟ يعني ما أعرف شنو الغاية. يعني أنا ما أحب أحد يراقب من بعيد، دائما أحب أواجه. يعني يا إما أواجه يا إما أختفي عن الطريق. لربما تأمل، لربما إعجاب، لربما خجل مثلا. يعني ربما يكون، لكن يعني معنى كلامي على الذين يراقبون الخطأ، يراقبون الأشياء التي ربما أخطأ. صيادين. يعني أنا بشر، يعني أكيد أكون مخطئ بعض الأمور، لكن المعجبين هؤلاء متفضلين علي، متفضلين بإعجابهم وبمحبتهم، مع العلم أني ما مقدم لهم شيء، هم مقدمي لي شيء عظيم اللي هو الحب. فتحياتي لهم كلهم، يعني أحبائي وحبايبي. أوقح شخص التقيت فيه بحياتك من هو؟ مو شرط اسم تقلي. النجاح المتأخر دائما ما يقلقني. النجاح المتأخر، يعني هناك أشياء يعني أريد أن أنجح بها يعني بوقت محدد، يعني قليل. يتعبني أنه أنتظر النجاح، يعني يتعبني أنه فترة طويلة. هذا النجاح اللي ما تعبني فقط بالحياة الجامعية. هو هذا الوقح يعني بالنسبة لك؟ اي اكيد. يعني هو النجاح ما يكون نجاح وقح، لكن يعني التأخر، يعني دائما الوقت اللي فيه دائما يكون بتعب يعني انشغالي يعني عن امور احبها. يعني انت مالك صبور عباس؟ جدا. يعني في بعض الاوقات تفقد صبرك؟ ايه جدا. يعني انا مثل ما قلت لك على النجاح المتأخر، يعني اكو اشياء يعني انت من تتفائلين بشيء معين او من تريدين شيء معين ما تقتنعين، ما يعني انت لما تدخلين بتجارة تريدين ربح خلال 10 ايام، فانت اذا تأخرت هاي لمدة 2 أو 3 انت تخيلي كل هاي الفترة انت ما تطيقين احد، يعني لان انت متفائلة على هذا الكم من الايام. اصبت بخيبة امل مؤخرا؟ والله من موقف، من حدث معين، من شخص يعني إنسان لربما؟ أكيد الخيبات، يعني الخيبات الأمل موجودة، يعني من مواقف، من كلمة هناك. يعني مرات الخذلان يكون كلمة، مرات الخذلان يكون موقف، مرات يكون كلمة. شو بيولد عندك هذا الشعور وهذا الموقف؟ يعني هي تعتمد على المقابل، يعني أهمية المقابل عندي. وأنا قلت لك هي ربما موقف، يعني أنت لما تروحين على محفل وتشوفين المقرب عليك مثلا ما يباوع عليك ولا يلتقي بيك، فمثلا هذا أنا أعتبره خذلان، يمثل شعور مو حلو. أو أنت يعني المواقف تكشف النوايا؟ أكيد صارت معك كتير. اي اكيد. يعني واللي يمثل واللي يعني اللي يظهر بقناع ما يطول دائما. اللي يظهرون بالقناع ما يطولون، حتى بالافلام وبالحلقات يعني فتره وتطلع النهايه، تبين النهايه. كذلك احنا بحياتنا اليوميه فتره ما تكتشف امور انت ما تدري بيها، واللي حظه حلو يكتشفها من بدايتها، يعني نعم. ما تكون طويله. نعم. يمكن هذا السؤال شوي راح يكون صعب بالنسبة لك، اللي هلا راح أسألك إياه. بيقول: هل تنتظر اعتذارا من شخص رحل من حياتك؟ نعم. ليه عم تنطره؟ ليه بدك اعتذار منه؟ مالك قدران تكفي حياتك بدون ما تسمع هذا الاعتذار أو هذا؟ يعني تشوفه بموقف الذل ينزل كبرياءه، يجي يعترف لك بشيء مثلا؟ ما أتوقع الاعتذار يعني يمثل الذل. ما يعني ما يمثلون بعض. حتى ترضي داخلك غرائزك مثلا؟ لا، يعني غرورك. الاعتذار مرات دواء،
يعني أنت من تنجرح بكلمة، الاعتذار أحيانا يكون دواء. دواء لماذا؟ لروحك مثلا؟ إيه، دواء للجرح. دائما الموقف أو الكلمة تكون جرح، علاجها الاعتذار. ومو شرط الكلمة تعتذر، مرات شلونك هي اعتذار. ما هو فن التعامل مع الروح يعني بشكل عام بالنسبة لعباس؟ تعامل مع الروح المقابل؟ لا، روحك أنت كيف تتعامل معه؟ أهم نقطة أنه تقدرين الروح، تقدريها، تقدرين مكانتها، تقدرين كيانها. يعني تشعرين عندك أنه هي غالية، يعني عقليا وقلبيا وروحيا تشعرين أنه أنت يعني تشعر بروحك على أنه أنت غالي. دائما ما تأدي بروحك الأماكن مو مكانك، يعني بأماكن ما تلوق مكانتك. هذا شيء غلط يعني جدا، ومضيعة وقت أنه أنت تخلي روحك أو تنشغل بأمور ما تشبهك، تنخدع بيها وتبين بعد فترة من الوقت، ولكن بعد تعب وبعد جهد وبعد كمية كبيرة من الخذلان. تسمع شيء؟ ممكن أريد أظل حاجة لأن جديدة حتى أقرأ لكم إياها. ما في مشكلة. تقول بالقوة من نوقف عدل وما طيح ومعديها، واشياء كومة بخاطري ألقى القدر عاميها، وبدربتيه بفالطرق يا أخي لو بيدي ما أمشيها. مرات تعشق منطقة الخاطر القاعد بيها، ومرات روحك تبتعد ترد لك الروح إليها. كل فترة وادم تجبرك وذاكرتك تمحيها، واللي بوقتها تختفي بلا قيمة من تلقيها. الله 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 الله. اللي بوقتها تختفي بلا قيمة من تلقيها. شنو الفايدة؟ أنا ضيعت فد قلم، ومن أشتري قلم وأجي على هذا القلم ما أحتاجه بعد، لأن هو بوقت الحاجة ماكو، ما أحتاجه بعد. اللي بوقتها تختفي بلا قيمة من تلقيها. طيب عباس، تعتقد أنه بحياتنا بشكل عام مرات المال بيكون، خلينا نقول، بيتفوق على المواهب؟ هل المال يتفوق على المواهب؟ يعني بهاي الحداثة وبهاي بهاي الفترة شفنا انه اكو يعني اشتروا اغنية واشتروا لحن واشتروا حتى النبرة يقدر يغيرها من خلال المايكات اللي تكون مقابل دفع المال. مؤثرات صوتية وأكيد إضافات جديدة أكيد وتطورات، وخصوصا هلا بالتكنولوجيا وتطورها والذكاء الاصطناعي. فهذا يبين مجرد أنه يكون بلقاء والمقدم يقول له غني لي، هذا يبين يعني. أما الموهوب المتكامل إن كان شاعر أو إن كان مطرب يغني، ينكشف باللقاء أو فترة معينة وينعرف على أنه هو موهوب أو غير موهوب. دائما يعني الشاعر مبين من يعني مثلا يقرأ أبيات ومثلا الإعلام يقول له هاي شنو هاي تفعيلة البيت. أعتقد أنك خرجت من التفعيلة. نعم. فما يعرف هو، يعني ربما مشتري الأبيات، ربما ماخذها من أحد المقربين، أو ربما معدل عليها. هو شخص مزيف بالنهاية. أكيد. الفنان كذلك. ماذا يشعر أمام نفسه هذا الشخص برأيك؟ بحس الشاعر جواب فلسفي بدي منك. أتوقع ما يشعر بالخذلان، لأن هو لو عنده شعور كان ما يطلع بهيك شيء أبدا. ما يطلع بهيك شيء. يعني شغلة مو لك، يعني إحنا نعاني من شغلة، تدرين شنو؟ أكو بعض عالم يريد بكل شيء هو الأول، يريد بكل شيء هو الأول. مو شرط إحنا يعني مثلا أنا أول بالشعر، لكن بالبيت والدتي تقول لي رح جيب لي طماطة. طبيعي يعني عادي. أنا بالبيت أكون العاشر مثلا أو الرابع، أما بمجال الشعر أنا الأول.
فيجب على كل واحد يعرف مكانته وين ويعرف شنو هو، يعني مو انت بكل المجالات تكون مبدع. فاللي يكون بهيك طبع ما يتوفق بكلهن، يضيعهن. فمثل المواهب، يعني المواهب او حتى الطبع، ما ترهم انت تكون كل هالمواهب تجمعها، فتضيعها دائما، تنشغل هنا وهنا وهنا، ما مثل يعني تخلي كل جهدك على طريق واحد. كلمة واحدة شو بتقول لحلمك؟ اقترب فأنا بانتظارك. بانتظارك نعم. وإن شاء الله قريبا، يعني قريبا بهاي الفترة إن شاء الله. إن شاء الله أكيد. قبل ما نختم رح أسألك آخر سؤال بعدين نسمع قصيدة الختام من حضرتك. نعم. أيهما أهم، الحب أم الاحتواء؟ بكل صراحة. الحب يعني الاهتمام والاحتواء. الحب مجرد مفردة. يعني الاهتمام الاحتواء أهم برأيك؟ بكثير. لأن تدرين ليش؟ لأن الحب يحمل كثير من المفردات والمعاني قالوا عليها الحب. زين. فالاحتواء والاهتمام والمبادرة والعشق والهيام كلها قالوا عليها الحب. وطبعا الاحتواء من أهم الأمور اللي تكون بالحب، الاحتواء والاهتمام اللي هم يمثلون الحب. دائما احنا اللي يهتم بينا واللي يحتوينا يعني يحبنا. أو وبس واللي بيحكي حكي شو وقت الموقف أنت وتحتاجه ما بتلاقيه. الحكي بلاش، يعني كل واحد يقدر يحكي، لكن تاجروا بالحب أكيد يعني بالكلمة مرات أكو يمثلون بالكلمة تكون مو حقيقية. الفعل هو اللي يثبت. دائما الأفعال تثبت لنا حقيقة البشر، حقيقة المقربين والبعيدين علينا. نعم أكيد. وأيضا المواقف ممكن تكشف النوايا. أي نعم، هي المواقف اللي لأشخاص كنت مخدوع فيهم أنت بسبب غايات معينة، عندهم غاية معينة لحد تقربهم منك مثلا، احتكاكهم فيك. شام هي المواقف هي اللي في هذول في منهم بحياتك كتير موجودين بحياة الجميع. بحياة الجميع موجودين. في أشخاص زراف وحلوين بحياتك جدا، يحبوك وتحبهم جدا. قد ايه يعني كتار ولا لا؟ ولا مو شرط يكونوا كتار؟ مرات هو يعني احنا تكلمنا قبل اللقاء، مرات واحد يكفي عن الجميع. لما أقرأ أبياتي للواحد، واحد أم واحدة؟ واحد أو واحدة حاليا. واحد أو واحدة ما بيفرق شيء. أهم شيء إنه تقراها بالمكان الحقيقي. طيب شو هي القصيدة أو الأبيات اللي رح نختم اليوم قصة نجاحنا اليوم؟ الوقت داهمنا وأنا ما أدري بالوقت. ما في مشكلة يعني. أكيد. تفضل. الحكي وياك راقي جدا يعني للمحاورة. أنا أيضا سعيدة جدا ومسرورة. هي دائما الأوقات الحلوة تعبر كالبرق. نعم. فالوقت وياكم يعني جدا حلو وداهمنا الوقت. شو تحبين أقرأ لك؟ يعني تحبين أقرأ لك بالبداية أقرأ لك نبطي حتى ننوع بالحلقة؟ إذا كنت سعيد هلا أكيد اقرأ لي بدك إياه. تقول: يا أحلى من كل الجميلات، يا أحلى من كل الجميلات، لك حروفي تلوق بمعانيها. بغيت أكتب لعيونك المايلات، تضيع أبياتي كلها وقوافيها. يا الغلا اللي تعطي للدنيا حياة، بلاكي ما يظل أي قيمة فيها. مو مثلهن وتكلم عالبنات، يا حالات الكلمة من تطريها. موهبتك أناقة تفوق الأنيقات، ما ترهم لمن بالخلق يعطيها. على هونك يا ملهمة بالأبيات، أكلمك وأنا في قلبي أغنيها. الله، عاش الصوت، عاش الإحساس، وعاش نبض قلبك. بس حبيت كتير يا ملهمة عن جد. أي أكيد يعني يا ملهمة. إذا في ملهمة بحياتك؟ يعني هاي كتبتها يوجد طلب ملهمة. كتبتها طلب. أنا أشعر يعني هلا عم شوف لمعت عيونك لما سألتها. الأبيات أيضا أعتبرها ناجحة، لأن عرفتيها أنها حقيقية، لكن هي حقيقية كتير. كانت طلب. لا، كتبتها طلب. طلب؟ نعم.
هل شفقة أم تعاطف أم لا، طلب يعني صرخة؟ الجمهور يطلب يعني بكثير من الأحيان وكثير من الأبيات يطلب الجمهور اكتب لي كذا، اكتب لي كذا، اكتب لي. تهرب أيضا من السؤال، من الإجابة بشكل دقيق. أم حس أنك عم طلب تتهرب؟ يعني هناك أحد المتابعين يعني طلب أبيات رثاء للأب، فإذا تحبي أقرأ لك إياها. أنا بسمعها، بس أنا ما كنت حابة أختم بشيء حزين، بس بما أنه أنتم العراقيين هاي الأجواء يعني عنكم إياها مقدسة جدا وإلها قدسية خاصة بحياتكم. الدموع. نعم نعم، ونحن وقت نشوفكم بهالصورة نتأثر أيضا، لذلك بنسمع ماذا قال يابا. إن الفراق الذي للأحياء قاتل، إن الفراق الذي للأحياء قاتل، يقبض الأرواح في لحظة الأشواق. للمتيمين بحبهم ما أذنبوا، ولكن القدر يأبى للتلاقي. لما الرحيل ونحن مكملان لبعضنا، وإني أحبك في عتمتي ورواقي. قتلتني الليالي فالحياة كأنها خريف، وضاعت على الأرض أوراقي. بقيت وحيدا فما علمت بأنهم هم أنت وأنت أهلي ورفاقي. الله يرحم روحه. شكرا لك. ويسلم حس الشاعر اللي كتب هاي الأبيات الجميلة عن جد. يحفظك. بتمنى لك الاستمرارية والنجاح عن جد، وتبقى دايما متألق بأي مكان، بأي جلسة أنت بتحضرها إن شاء الله، بوجودكم أكيد، بأي أمسية، بأي لربما جلسة شعرية أنت وأصدقائك، أنت وجمهورك. بتمنى لك أنك توصل لحلمك مثل ما أنت ذكرت لي. إن شاء الله. سعيدة جدا بهذا اللقاء. أنا فرحان أكثر والله يعني بوجودي بينكم، وأنت إعلامية جدا ناجحة. طرح رائع جدا، طرح مختلف، مظهر راقي جدا، يمثل الإعلام الناجح ويمثل الثقافة العالية، الثقافة الإعلامية، الثقافة الحوارية. أنا جدا أشكرك على الدعوة. تحياتي إليك وأتمنى لك التوفيق ولبرنامجكم، وما يعني ألف تحية للمخرج عامر فاضل، هذا المخرج الرائع اللي مطلعنا بهاي اللحظات الراقية. شكرا لك وشكرا للمخرج عامر فاضل. أنا أيضا بتمنى لك التطور، وبتمنى لنفسي التطور أيضا أكثر وأكثر، والنمو والتطور. بتمنى الاستمرارية بعملنا كلياتنا. أكيد أي حدا اليوم عنده طموح، أي حدا اليوم عنده هدف بحياته. أنا ما رح أقول لك قاتل من أجل هدفك، ما رح أقول لك عمول معارك، ما رح أقول لك إنك كسر الدنيا كرمال هدفك، ولكن بدي أقول لك إنك تعشق هدفك، لأنك أنت مجرد ما تحب الشيء أكيد رح تبدع فيه، رح تبتكر الطرق لحتى توصل بالنهاية لهديك المحطة الأخيرة اللي تحس حالك فيها بقمة التألق. وهداك القلق ما بيحسه إلا صاحب الشعور هذا عن جد. بعرف إنكم كلكم مرقتوا بهذا الشعور، بعرف إنه يمكن تجينا أوقات ممكن نسقط، ممكن محطات نرجع نوقف من أول جديد. والبقاء للأقوى. بقاء للأقوى. نعم للأقوى أكيد للأقوى ولا للأنسب. اي، واللي يتحدى يعني مو مجرد هو يعني وقعة واحدة يقف عن النجاح. طيب. النجاح يراد له تعب، يراد له جهد، يراد له قوة. فالبقاء دائما للأقوى. الضعيف ينتهي، لن يحقق شيئا. طيب عباس، أنت حسيت من إجابتك هلا هاي وتعليقك كان في بداية جديدة مؤخرا إلك، ما بداية أكيد بعد شيء؟ أكيد بداية جديدة، ودائما إحنا نحتاج بداية جديدة، تغيير الأماكن، تغيير الوجوه، تغيير كل شيء، تغيير حتى المظهر، الأرواح. لذلك احنا دائما نشوف الفنانين ما يكبرون وما يشيبون، لأن دائما بيعملون بطريقة التغيير. يعني كوفيات، مطارات، مطاعم دولية، مهرجانات، بيطوروا من نفسهم كرنفالات عن جد. فهاي كلها يعني نشعر بشعور رائع، يعني بخلاف اللي يكون يعني مثلا بالبيت ما يطلع، دائما تنتشر عليه التجاعيد وينتشر الشيء في شعره. نعم، شكرا على هذا الختام الأكثر من روعة عن جد، اللي عبرت عنه بحس الشاعر الملهم. أيضا رح يكون إن شاء الله لكتير شباب عندهم نية، وأيضا حتى يوصلوا بالنهاية لأهدافهم. شكر خاص أكيد لعامر الفاضل إخراج الصوت والصورة على جهوده اللي عم يبذلها أكيد في نجاح وتقدم وتطور هذا البرنامج. بتمنى لكم
تكونوا استمتعتوا بهذا اللقاء أكيد مع عباس الحديدي، شاعر وشاب أيضا من مدينة الموصل. كنت معكم أنا شامل عز من وراء الميكروفون. تبقوا بخير، سلامات.